دلوقتي رايح اجيب القص التكسان. طبعا احنا كلنا عارفين كل غاوي بيسيب اللي وراه واللي قدامه ساعة الحمام ويروح مشوار الحمام سهل، لكن اي مشوار لبيته او مشوار ليه اذا كان بعيد عن الحمام بيبقى تقيل. مساء الفل على كل حبايبنا في كل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. دي قناتكم الحمام مع العمدة وهكون معاكم باذن الله رامي عمدة. دلوقتي انا حابب اشارككم تجربة شراء القص ده، على اساس ان كل واحد بيشتري حمام اليومين دول تحديدا يكون فاهم انا لما هشتري ازاي، وهل هشتري بالاسعار الطبيعيه اللي انا كنت بشتري بيها في الاول ولا لا. طبعا رقم واحد في الشراء احنا دلوقتي ما بنحطش فلوس في حمام الا اذا كان يستاهل تمن اكله. يعني ما اروحش اجيب قصين زاجل القص ب 100 جنيه، انا بتكلم على الشعبي، واقعد اصرف عليهم كل شهر مبلغ وقدره في الكلفه اللي وصلت 13 جنيه، واستنى منهم لما بيع زغلولين ان انا هيصرفوا على نفسهم. او قيسوا على بند الزاجل ده او على المثال ده اي نوع ما يكونش هيجيب ثمنه. فاحنا دلوقتي هنحط فلوس في حاجه، نبقى عارفين ان هي هتجيب ثمن اكلها. القص التكسان ده انا حبيت من الاول خالص اوريكم من ساعه ما جبناه من الشحن، وبعدين هقول لكم دلوقتي القص ده كان معروض بكام وانا جبته بكام وهو يسوى كام اساسا. خليكم معايا. دي الكرتونه اللي فيها القص التكسان، وهوريكم كده اول ما نستلم حمام من شحن نعمل فيه ازاي، وخطوه خطوه نمشيها مع بعض. نبتدي سنه سنه نهوي الكرتونه. يعني انا فتحت الكرتونه كده سنه، اسيبها 5 دقايق 10 دقايق كده، وكل حبه صغيرين افتح لحد ما نسيب الكرتونه شويه. نفتح سنه تاني الحمام ونسيبهم كده شويه قبل ما نطلعهم من الكرتونه، وهقول لكم برضه هنعمل ايه بعد ما نطلعهم من الكرتونه. ده القص يا جماعه اللي احنا لسه مشترينه بعد ما طلع من الكرتونه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للراجل اللي خدنا منه القص ده. القص لسه جاي، القص دوت ذكر شغال والطيره عليها ريشتين لسه. طبعا الطيره لسه مش زايفه او لسه دول مش ماسكين، حتى لو هي زايفه هم ما كانوش ماسكين. طبعا احنا طلعنا القص من الكرتونه واطمنا عليه، طبعا لسه جاي من الشحن. فاحنا لينا دلوقتي ينفع نبص على القص، ينفع نقلب فيه، ولو في غلطه يرجع لصاحبه او نعرف صاحبه المشكله دي ايه اللي فيه. طبعا انا دلوقتي هقول لكم يعني احنا القص ده كان معروض بكام وانا اشتريته بكام، على اساس بس لو حد حابب يشتري النوع ده يبقى عارف هو رينجه في السوق عامل ايه والسعر المتوسط بتاعه. وهي بصراحة حمامة جميلة. القص ده كان معروض عليا ب2000 جنيه. هو يسوى كام؟ هو يسوى ال2000 جنيه. انا اشتريته خدته منه بالتراضي وبالحب ب1500. طيب الفرق ال500 دي انا نزلتها ليه وما كنتش هدفع اكتر من يعني انا لو وصلت ل2000 اللي هو يساوي ثمن ما كنتش هشتريه. ليه بقى؟ لان انا لو جيت ابيع اليومين دول في ظل الظروف الغاليه قوي في الكلفه والمصاريف العلاجات الغاليه والبيع والشراء بعافيه حبتين، انا مش هعرف ابيع القص ده اكتر من 1500 وممكن اقل كمان سنه. فانا عشان اشتري لازم اشتري زي ما انا اكون هبيع، يعني احط نفسي مكان الشخص. انا حابب ان احنا نقلب القص مع بعض. دينا احنا طلعنا بعد ما طلعنا من القص من الكرتونه على طول كده احنا بنبتدي نستلم الحمام. اول حاجه ببص عليها، ببص على العين كويس جدا. ابص على العين دي، ابص على العين دي ماشي، وابص على العين التانية ماشي. العين طول ما بتلمع ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي التهابات كده، خلاص ايه دي نقطة. العين بتبين صحة الفرد قوي. طيب هو الراجل قايل لي ان الحمام ده الذكر ده مخلص وشغال، فدي كده عمره خلاص شغال تمام. دي نقطة. ابتدي برضو ابص برضو لشوية حاجات برضو في الحمامة. ابص للرجلين سليمة ما فيهاش اي مشكلة.
ماشي. ريش الحمام طالما متستف بالشكل ده زي ما احنا شايفين، تمام، زي ما احنا شايفين صدر الفرد لمعته ازاي، لمعة الريش عاملة ازاي، ده معناه الفرد ما عندوش نقص فيتامينات ولا حاجة. وطبعا بالنسبة لازم نشوف الحمامة وهي واقفة ونفهم وقفتها عاملة ازاي، يعني فيها مشكلة في رجليها، بتركز سنة، بتركز كده، فيها اي عيب خلقي، هتبان برضه هي واقفة. ده بالنسبة للذكر، كل حاجة بنطمن عليها فيه. نبص بقى للطيرة. اول حاجة هو الراجل قايل ان هي عليها ريشتين، فاول حاجة هنعملها ادي الطيرة، نتأكد من عمرها. هو الراجل كان قايل لنا الطيرة عليها ريشتين، بس هي الطيرة مخلصة ريش، ودي بتبقى حاجة تشكك في الحمام. انت قايل عليها ريش، فدي معناها ان هي لسه شابة وما اشتغلتش، لكن مخلصة وما اشتغلتش دي تشككني. نبص بقى للطيرة من ورا، مقنصة ولا حاجة، لا تمام. من بره كده لا تمام، مفيش دهون، مش مليسة. برضو هنبص عليها في وقفتها، نبص على عينيها. هوريكم برضو حاجة اللي انا بتكلم عليها دي، العين دي تمام، بس هنيجي بقى نبص لهنا، شايفين العين دي؟ بس دي مش التهابات، العين دي ضربة من الذكر، لأن الذكر مش ماسك. بس كل حاجة أول ما بنطلع حمام من كرتون أو نيجي نشتريه، كل حاجة بنركز فيها، لأن دي لو دمعة، الدمعة لما بتبقى عندنا، عشان نبقى فاهمين، الدمعة لو عندنا وأي حمامة جالها دمعة فبتبقى علاجها بسيط قوي. لكن لو حمامة احنا مشترينها من بره وجالها دمعة، وهي او كان عندها دمعة وما اتعالجتش، الحمام اللي بيتنقل مكانه مناعته بتقع، فالدمعة دي كفيلة وحدين ان هي تخلص عليه. وحصلت معايا مرة قبل كده، خدت حاجة واول ما وصلتني ولقيت ان هي كان بيتعالج دمعة وفي صفار حوالين العين، وكان بيتعالج وما كملش كورس العلاج بتاعه. ولما قلت للشخص ان انت ما كملتش، قال لي ايوه صح. قلت له طيب الفرد ده هيموت. قال لي لا ده حاجه بسيطه. قلت له حاجه بسيطه لما تكون عندك، لكن لما تنقل من مكانها الحمامه هتقع والحمامه مش هتقوم مع العلاج. وفعلا هو ده اللي حصل، عالجت واستمريت، قعدت شهر عالج فيها، وفي الاخر ماتت، لان انا كنت عارف من الاول. فلازم ناخد بالنا من اللي بيطلع حمام من عنده. حاجه بسيطه زي كده ينفع تعالجها وهي عندك بسهوله، لكن هتطلع من عندك مناعه الفرد بتوع مش هتتعالج بسهوله، وهيبقى حرام عليك وهتشيل ذنب روح على الفاضي. ودي نهايه الفيديو، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.